مرحبا حبايبي، الله يسعد مساكم وكل أوقاتكم يا رب. في عندي كم نصيحة للشعبين الليبي والمغربي بتخص الأوضاع الصحية بالمنطقتين المنكوبتين، لأنه يلي اتضح أنه ما في ولا أي قناة من القنوات الإخبارية الإعلامية ولا أي منظمة كمان أو فرقة حاولت تقدم نصيحة أو تعليمات صحية للشعبين الموجودين بهالكارثة هي. لأنه بصراحة ما شفت ولا أي كمامة حدا لابسها لك، حتى المراسلين الإعلاميين بدون كمامات، علما أنه بلش ينتشر مرض الكوليرا والتيفوئيد وفي تلوث، في جثث عم تتحلل لك يا جماعة. رجاء فضلا وليس أمرا، كل مين بيسمع وبيحضر هذا المنشور ينشروا ويطلقوا على أوسع نطاق حتى يوصل لأكبر عدد ممكن من العالم، بالذات الشعب الليبي والمغربي. عندي شوية بنود هيك وشوية نصائح بس هيك بدي أوصلها، وأنتم بمعيدكم، يعني فضلا بس بمعيدكم حاولوا تساعدونا ونخدم هالشعبين هذا، لأنه في تقصير بالصحة، في تقصير. البنود هي كالآتي، رح اضطر اقرا لكم اياها قراءة بس يعني مشان السرعة ومشان ما انسى اي بند. البند الاول ويلي بعده: ارتداء الكمامات وان لم تتوفر فاي قطعة قماش بس حطها على تمك الكمامة. السعي لأخذ التطعيمات اللازمة والضرورية العاجلة ضد الأوبئة والأمراض. رجاء يا الشعب الليبي والمغربي الابتعاد عن المباني المتشققة وعدم الدخول إليها إلا لإنقاذ أشخاص، ولكن بشرط وجود فرق بحث وإنقاذ. الابتعاد عن سفوح الجبال والوديان، لأنه بليبيا والمغرب تضاريس كتير صعبة. الابتعاد عن سفوح الجبال والوديان والأماكن الخطرة من انزلاقات وتساقط للصخور وغيرها. عدم لمس أي جثة، انتبه يا الشعب المغربي والليبي، عدم لمس أي جثة تجدها إلا بعد ارتدائك للقفازات والكمامات. رجاء انتبهوا. كن مرشدا ودليلا لقوافل المساعدات، فأنت أدرى يا أيها الشعب الليبي والمغربي، أنت أدرى وأخبر بديارك لإرشاد كافة القوافل لأسهل الطرق وأسرعها في سبيل الوصول للقرى والمناطق النائية وضحاياها. في حال تعثر الطرق للوصول إلى القرى النائية والجبلية خاصة استخدم أي وسيلة تنقل كالدواب مثلا يا أخي في سبيل الوصول بأسرع وقت ممكن. دع علامات وإرشادات تدل على أماكن الخطر أيها الشعب الليبي والمغربي، الله يعينكم على مصابكم. أي حدا بيتنقل من منطقة لمنطقة بيشوف مكان خطر أو بيشوف أي قصة ممكن تسبب لخطر لغيره أو أي أحد من المارة، دع علامات وإرشادات تدل على أماكن الخطر بأي واسطة، بأي وسيلة ممكنة، كعصي في أعلاها، يعني كعصاية لو بتحط لك هيك مثلا أي قطعة قماش ملونة فوقها وحطها هيك زرعها بالأرض، ممكن أي حدا مارق ينتبه له يقول والله في هاي شي قصة. عرفتوا شلون حبايبي؟ دع علامات وإرشادات تدل على أماكن الخطر بأي وسيلة أو واسطة ممكنة، كعصي في أعلاها، أي نوع من أنواع القماش الملون. قم يا أيها الشعب الليبي والمغربي، والله ما بحق جلدك غير ضفرك. قم بعمل غرف ومجموعات على الواتساب لتبادل المعلومات، التنبيهات، الإرشادات، المستجدات في أي مكان وأي منطقة كانت. حاول أخذ أرقام هواتف مراسلين إعلاميين. المراسل الإعلامي لما بتشوفه بمنطقتك قل له أعطيني رقم تليفون، بركي إذا صار شيء أو شفت شيء واحتجتك أنا لمساعدة إسعاف، بركي بتصل فيك بتساعدني مثلا هيك يعني. حاول أخذ أرقام هواتف مراسلين إعلاميين من الممكن مساعدتك وتوصيل رسالتك بسرعة لأي منظمة أو فرقة إنقاذ أو إسعاف. في حال عدم استطاعة فرق الإنقاذ الوصول إليك، شو بدك تساوي؟ وعدم قدرتهم لمعرفة مكانك، اتصل فيهم
وصفت لهم المكان ما بيعرفوا مكانك، شو بدك تساوي؟ فأشعل كوما من الخشب بمكان ما متطرف عن المباني والمخلفات، يعني لا تقرب وين في مكان مباني مخلفات كذا، لا، جيب لك كومة حطب هيك ناشفين وشعلهم هيك، خليهم يرتفعوا لحدا يشوف انه والله هون في شيء عم يحصل او في حدا بده مساعدة. يا ايها الشعب الليبي والمغربي، حاول الحصول على مكبرات الصوت. مكبرات الصوت اللي بتستخدمها فرق البحث والإنقاذ، بيستعملوها بالمدارس، بيستعملوها بالأماكن العامة، يعني معروف بيمسكوا هيك مكبر هيك. حاول الحصول على مكبرات الصوت مع بطاريات احتياطية، لأنه ممكن تنقطع بهالليل بالنهار بعد الظهر المساء. هالمكبرات الصوت عند اللزوم تساعدك عند الحاجة في الإنقاذ والإسعاف، في طلب الإسعاف والإنقاذ. إلى كل الشعب الليبي والمغربي، أهل مكة أدرى بشعابها، وأنتم أدرى بشعابكم ودياركم، فهبوا. عفوا. يا الشعب الليبي والمغربي، أنتم أدرى بدياركم، بجبالكم، بسبوعكم، بمناطقكم، بقراكم النائية. هبوا بسرعة جميعا وتطوعوا من كل مدينة، من كل منطقة. قوم اتحرك وتعا ساعد أهلك، تطوع للمساعدة وإنقاذ أهليكم وذويكم وجيرانكم وجيران جيرانكم. وانت جاي تتطوع وجاي تساعد هالعالم، شو بتقدر تحمل معك؟ احمله، لعل وعسى تلاقي حدا تساعده. وكل العالم بحاجة للمساعدة بالمناطق هي المنكوبة. وفوق هذا الشيء كلياته بوجه رسالة لسعادة النائب العام الليبي. هلا اجى الوقت لتحاسب مسؤولينك عن التقصير والإهمال. يا سيدي، يا سيدو، يا سيدو، يا حبيبي، يا عيوني، قوم احمل هالمسؤولين هدول، واحمل اللي بيقدروا يساعدوا هالمناطق المنكوبة. احمل معداتك وآلاتك، احملك أي قدرة، أي إمكانية ممكن تقدم مساعدة لهالناس، وتريك الحساب لبعدين. لك أخي الحساب يوم الحساب. شو بده يحكي الواحد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فضلا وليس أمرا، كل من يسمع هذا المقطع الفيديو يساعد في نشره على أوسع نطاق، رجاء لطفا منكم. يخلي لي إياكم حبايبي. اللهم إني بلغت. السلام عليكم ورحمة الله.